مساء الخيرات والمسرات، السلام عليكم ورحمة الله. وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير، تكونوا مهنيين في تمام الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم كما راكم تشوفوا جيتكم بخبز المقلاة. شكون اللي مازال ما جربتش هذا الخبز؟ اللي ما عندهاش الفور ما ولاش مشكل، مازال ما شريتيش الكوشة ما راش مشكل، غير في المقلاة ونديروا المطلوع ونديروا الخبز يجي واش نقول لكم، يجي قطن، صدقوني يجي قطن. ما راح تعجنيه، ما راح تدلكيه حتى يطيحوا كتافك، راح تخدميه غير بالمغرف. وزيد خلطت لكم على بالي باللي كاين اللي ما يبغوش المطلوع نتاع الفارينه، يبقى اليوم راني خلطت لكم، درت لكم فيه شويه نتاع اسميد، وراني نقسم لكم باش تشوفوه من الداخل كيفاش يجي. تحسبوا كي نطيبوا في المقله يبقى من الداخل معجن ولا هكا ثقيل، ولا راه ريشه راه قطن. وراني هكذا نواسيلكم في اللباب، شوفوا كيفاش راني نحي في اللبابه باش تشوفوا باللي ما يجيش من الداخل معجن ولا مكدس، يعني ثقيل. راه يعني واش نقول، ما نقويش بزاف الهضره، انا نقول لكم غير جربوه برك ما راحش تندمي. ومره في الزمان نديروه، يعني هذا الخبز ماشي يوميا تنوضي تعجنيه مين ذاك. يلا نروحوا للكوزينه. خياتي وخاوتي، اذا عجبكم محتوى القناه ما تنساونيش تدعموني بالاشتراك، خلوا اعجاب لهذا الفيديو ثاني بس باش يوصل لبزاف ناس وهما ثاني يستفادوا ويجربوه. بسم الله. عندنا كاس نتاع حليب، الكاس اللي راح نعبرو به يرفد 250 ملي. ما عندكيش الحليب ديري الماء، انا كل مره وكيفاش، مرات نعجنو بالماء مرات بالحليب. راح نزيد عليهم مغرف نتاع الخميره نتاع العجين، ولكن المغرف ما تعمريهاش مليح، تكون شويه ناقصه. عندنا مغرف نتاع سكر ومغرف صغيره نتاع خل. هاد المكونات راح نخلطهم بالمغرف كيما راكم تشوفوا. قلت لكم الخبز نتاع نهار اليوم راح نعجنوه غير بالمغرف. نخلطهم باش نذوب الخميره شويه، نزيد عليهم 7 مغارف كبار نتاع دقيق الرطب ولا سميد الرطب. اذا راح نخلطهم شويه كما راكم تشوفوا، يعني واحد الثواني وانتي تخلطي بالملعقه. نغلق ونخليه يريح مده ربع ساعه، مده 15 دقيقه. بعد ما تمر عليه 15 دقيقه كما راكم تشوفوا راح تلقاو هذا لولوفا، هذه الخميره المخمره، تلقاوه تفاعل وتخمر. نعاود نكسر له هذيك الخموريه بالملعقه ونزيد عليه كاس نتاع ماء دافي، كاس نتاع ماء دافي. نزيد نخلط بالملعقه كما راكم تشوفوا، تبعوا راكم تفرجوا في الفيديو تبعوا كيفاش راني نخدم. راح نزيد عليه 4 ملاعق كبار من الزيت النباتي. عندنا سانوج وحبه حلاوه، ضروري كي نقولوا الخبز لازم يكون حاضر السانوج. عندي ملعقه صغيره من خميره الحلويات. ونبدا دروك نزيد في الفارينه، حسبوا معايا شحال درت من كاس. اذا وعندنا ملعقه صغيره من الملح، دائما بالملعقه شغل. هنا راكي تخدمي في موسكوتشو. راني درت 2 كيسان تاع فارينه وخلطت، وهذا الكاس الثالث وراح نزيد الكاس الرابع. عندنا 4 كؤوس من الفارينه، الكاس ما يكونش معمر بومبي، عادي يكون ممسوح بالملعقه. هنا شوفي حل الملعقه اللي تكون سوليد تكون متينه نتاع بكري. هذه المغرف تاعي عذبتها، ولا ديري بالمغرف نتاع الحطب. صاي سيبو، غير ندخلوا الفارينه في السوائل. العجينه راهي واجده، ما تعجني ما تدلكي ما تخبطي بزاف. هنا جبت قصعه صغيره دهنتها مليح بالزيت كامل على الجناب كما راكم تشوفوا، ونحط العجينه. نروح نجيب طرشونه ولا منديل اللي نشمخو بالماء دافي، نعصرو مليح ونغطي به العجينه، نخليها تتخمر. هذه الطرشونه راهي مبله بالماء دافي. اذا هنا من بعد اللي تخمر العجين لاحظوا معايا كيفاش الحجم تاعو تضاعف وراه خفيف. دوك تشوفوا كي تجوا تكسروا الخمريه تلقاوه مهوي وتلقاوه خفيف. هنا وجدت المقالي اللي عندي دهنتهم بالزبده، وراكم تشوفوا كيفاش دهنت، يعني فت حتى على الجوانب كامل ادهنتهم. مسحت يدي بشويه نتاع زيت باش نبدا نقطع خبزات. وهنايا الخبزات راح يكونوا على حساب المقالي اللي عندك، يعني حجم المقالي اللي عندك. عندك مقله صغيره راح ديري قرصه صغيره، المقله كبيره راح تكبري القرصه. صايي
عينك ميزانك. انا عندي هذه العجينه دارت لي 3 خبزات على حسب المقالي اللي عندي. اذا نبدا نقرصها ولا نخبزها كيما راكم تشوفوا، نغطيهم ونخليهم يتخمروا. شوفوا معايا هنايا من بعد الخبز اللي تخمر كاين بزاف اللي ما يعرفوش الخموريه، يعني راهي واضحه، تشوفي الحجم تاعها ضعف. نبدا نطيب. اذا شعلت هنا الغاز كيما راكم تشوفوا، ولكن راني رايحه نقصلو، ماشي نقصلو خلاص، انا ندير النار متوسطه. شوفي اذا المقالي تاوعك خفاف هذوك البرواق فنقصي راح ينحرق لك. ديجا انا الخبزه الثالثه درتها في مقله خفيفه شتوها انحرقت لي. واذا المقالي تاوعك يعني ثقال ديري النار متوسطه ولازم تغلقي عليه ضروري. اذا هذه الخبزه الاولانيه رايحه نطيبها، ندير الغلاق كيما راكم تشوفوا، ومره على مره نتفقدها حتى كي تشوفي الوجه نشف. انتبهي معايا هنايا، كي تشوفي الوجه نشف، راني ندير لكم هكا بصبعي، ضروري الوجه تشوفيه نشف تماما عاد باش تقلبيها. ثمك تتاكدي انه طابت لك من التحت، وثاني باش الخبزه ما تلصقلكش. جيبي هنايا حاجه اللي تقلبي بها طبسي، ولا انا عندي هذا الحطبات، ولا غير طبسي، المهم حاجه اللي تحطيها وتقلبي. نوريكم هنا، شوفوا كي جات حميمره. الله الله. انا قبل ما نرجعها للمقلاة تكمل طيابها راح نحط شويه نتاع زبده، وهذا الشيء اختياري، ونهبطها بكل سهوله. اذا انتبهوا معايا، علاش قلت لكم لازم حتى كي تنشف تماما من الوجه باش تقلبوها، لانه راح تلصق لكم. لو كان هذاك الوجه ما ينشفش يبقى لكم خضر، يعني يبقى لكم معجين، راح كي تجوا تقلبوها تلصق. وهنا وريت لكم دوك انا غير جهه برك، واحد الجهه خليتها خضره مازال تعجين ما نشفتش لصقت لي. وثاني ملاحظه مهمه، لازم هذا الخبز تغلقوا عليه. انا هذا المقله ما عنديش يعني جات هكذا بلا الغلاق تاعها، درت لها سنيوه كما راكم تشوفوا، بلحت عليها بسنيوه. ان شاء الله تكون الوصفه مفهومه، ان شاء الله تجربوه ثاني، اني متاكده انه راح يعجبكم، راح يعجب كامل العائله. السلام عليكم، حتى نتلاقاو في وصفه اخرى.